الزلزولي. هنا بقى هنقف عند الزلزولي شويه. الزلزولي بص يا عم الرجراج، احنا بنحبك وعمالين نمجد فيك ونشكر فيك، لكن برضو في حاجات لازم نتكلم عليها. انت عندك الزلزولي نزل مباراه كرواتيا، الراجل كان بيرقص نفسه، كان بيرقص الهوا، الراجل ما عملش عرضيه سليمه، الراجل ما ربصاش. انا تخيلت ان المنتخب المغربي بيلعب ناقص لاعب، الزلزولي ما قدمش حاجه خالص، حتى لدرجه ان هو كان بيضرب لعيبه المنتخب المغربي في كره كان معاه الباك الشمال اللي هو عطيه الله، دفعوا عشان يلعبوا الكوره. الحسنه الوحيده اللي عملها الزلزولي هي ان هو سند الكوره اللي اتعملت عرضيه من اشرف حكيمي لمين بقى؟ لوليد شدره. وهنقف عند الراجل ده كتير جدا جدا. يا عم شدره حرام عليك يا اخي، يا راجل طلعت الواحد من هدومه، يا راجل العب للفريق. شوفوا منتخب البرازيل بيلعب، كلهم بيلعبوا عشان خاطر المنظومه. الكره الاولى بعد ما سندها لك الزلزولي الحمد لله طبعا، انت ظهرك للجول وجسمك مش معدول، ما تتفلسفش يا عم، عندك زياش على اول منطقه بصها له وهو يسدد، ما عندكش اي مشكله فيها. والكره الثانيه لما انفرد نفس القصه